عاملين ايه؟ وحشتوني. هاتي ورقة وقلم وتعالي عشان هنتكلم في موضوع مهم قوي واتطلب مني كتير. الموضوع ده بيتكلم عن بسنت، ازاي ابقى واثقة في نفسي. بسنت قوليلي ازاي اثق في نفسي. بسنت ازاي قوليلي اهتم بنفسي. بسنت قوليلي ازاي ارد على الانتقادات. بسنت معلش قوليلي ازاي اعلي ثقتي في نفسي. كله ده هنجاوب عليه النهارده. هو سؤال واحد بس بكذا طريقة، فاحنا هنجاوب عليه النهاردة. بصي بقى يا جميلة، محتاجة منك قلم كويس والسكتش وتعالي معاه علشان هديكي حلقة دسمة قوي ومهمة قوي وهتغير معاك كتير وخلاصة تجربة سنين من اختك. الاول يعني ايه ابقى واثقة في نفسي؟ واثقة في نفسي يعني مهما الريح كانت شديدة انا ثابتة زي الصخر، ما بتهزش. حد قال لي ان انا وحشة، رأيك انت مش رأيي انا. حد قال لي اني ضعيفة، رأيك انت مش رأيي انا. حد قال لي اني فاشلة، رأيك انت مش رأيي انا. يعني انا رأيي انا اهم من رأيك انت. واثقة في نفسي فبالتالي رأيك انت يا فندم مش مهم خالص بالنسبة لي. رأيك انت بيعبر عنك انت مش عني انا. طيب، اول الخطوات عشان ابقى واثقه في نفسي حبيبه قلبي الف ب، اعرفي نفسك كويس. ازاي هبقى واثقه في بني ادم وانا معرفوش؟ هل انت دلوقتي ممكن تروحي تثقي في حد تتجوزيه وانت ما تعرفوش؟ هتبقي واثقه فيه؟ هل هتدي ثقه وانت ما تعرفوش؟ هتدي ثقه ان انت ترتبطي بيه وتعيشي معاه في بيت واحد وانت ما تعرفوش؟ اكيد لا. انت نفسك كده، انت وهي من يوم ما اتولدتوا لحد ما هتروحي للي خلقك وانتوا الاتنين مع بعض. طب انت ازاي قاعده مع حد وانت ما تعرفوهوش؟ اعرفي نفسك كويس. هاتي ورقه وقلم وابدأي اكتبي نقاط قوتك ونقاط ضعفك، ويا ريت يكونوا بصراحه. لان يا فندم انت لما هتكوني عارفه نفسك وعارفه نقاط قوتك وعارفه نقاط ضعفك ايه، رأي الناس مش هيأثر فيكي. هتاخدي رأي الناس كده ترميه في الزبالة. تمام؟ تمام. اتنين، بصي طبلي لنفسك. اتبسطي بأبسط الإنجازات. اتبسطي انك قمتي النهارده رتبتي اوضتك، نظفتيها، ذاكرتي شويه. احنا اشطر بنات في الدنيا، انتي اشطر بنوته. ولو انتي عملتي كده وما شجعتيش نفسك فانا بشجعك، انتي اشطر بنوته. طبلي لنفسك، طبلي لنفسك على اصغر الانجازات. احنا دلوقتي بنبني ثقه كأن طفل جواكي، احنا بنقول له برافو انك بدأت تحبي، برافو انك بدأت تحط رجلك سن، برافو انك بدأت تتحمل على حاجه وتقف. ده طبيعي. فاحنا بنبدأ نسقف لنفسنا يا جماعه. احنا ما بنعملش حاجه في حياتنا غير ان احنا نسقف لنفسنا الفتره دي علشان شخصيتنا الصغنون قوي اللي جوه دي تبدأ تعلى وتكبر. تالت حاجة، ممكن حضرتك تتكلمي مع نفسك باحترام. بلاش كلامك المقرف انا فاشلة، انا وحشة، انا شكلي وحش، أنا لبسي وحش. ممكن بلاش الكلام ده. ممكن تتكلمي مع نفسك بطريقة ذوقية احسن من كده. انت لو جيتي دلوقتي قدام صاحبتك ورحتي قلت لها الكلام الزبالة اللي انت بتقولي لنفسك ده، صاحبتك هتعمل ايه؟ طب هتقطع علاقتها بيكي. طب دي نفسك، لو انت ما حبتهاش مين هيحبها؟ لو انت ما قربتيش منها مين هيقرب منها؟ لو انت ما احتويتهاش مين هيحتويها؟ تقدري تقولي لي مين هيديكي الحب والاحتواء اللي انت عايزاه لو انت ما عطيتوش لنفسك يا ماما؟ لازم تدي نفسك يا ماما كل الحب والاحتواء، لازم تدي نفسك كل الاحترام والتقدير لانها شايلاكي. كفايه ان هي شايلاكي. ابدأي حولي الكلام انا فاشله، انا وحشه، مش عارفه الكلام الجميل اللي انتوا بتقولوا لنفسكم ده بكلام تاني. انا قويه، انا شاطره، انا جميله، انا حلوه. وده كلام واقعي، انا مش جايبالك حاجات كلاشيه او جايبالك بمعنى اصح حاجات اللي هو كلام وخلاص. ده كلام واقعي. انا لما بدات ان انا اهتم بنفسي والثقه بنفسي بدات كده، وده اللي كان لازم يحصل. تمام. رابع حاجه وانا شايفه ان هي مهمه قوي 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 ومش حاجه عاديه، مظهرك ثم مظهرك ثم مظهرك ثم مظهرك. واللي يقول لي غير كده كذاب. نقطة من أول السطر. مظهرك، صحتك، شكلك، لبسك،
شكل شعرك، شكل طرحتك، شكل الميك اب بتاعك، شكل بشرتك لو انت ما بتحطيش ميك اب، شكل الاكسسوار اللي انت بتلبسيها. كل حاجه فيكي لازم تكون بالشعر. ما بقولش ان هي بتبقى بيرفكت، مفيش حاجه بيرفكت، مفيش حاجه مثاليه، بس اهتمامك بمظهرك هيأثر في نفسيتك. رقم واحد، هيديكي ثقة في نفسك انك واقفة وبتتكلمي على الارض صلبة، انك جميلة وانك احسن من اي حد. رقم تلاتة وده الاهم، الناس غصب عنها هتحترمك، لان طبيعي جدا ان احنا بناخد بالمظهر، الناس بتاخد بالمظهر. وبلاش بقى جو الجوهر ومش عارفه الجوهر ده الست الوالده بس هي اللي بتاخد بيه، الناس ما بتاخدش بالجوهر. حبيبه قلبي، لو انت مستنيه انك تتقبلي في الوظيفه بتاعتك عشان المدير ياخدك بالجوهر، لا يا حبيبه قلبي، المدير مش هياخدك بالجوهر. الجوهر ده توظفك بيه الست الوالده، مش المدير خالص. المدير بيوظفك على هيئتك، شطارتك، كورساتك، مهاراتك، كل الكلام ده، بس اولهم مظهرك. يعني لو انت واحدة تانية في نفس المستوى بس انت شكلك مش الطف حاجة، بس هي اقل منك مثلا في المستوى بس شكلها كويس، هياخدها هي. وش احنا صريحة معاكي، انا هنا بصارحك يا قلبي، مش بديكي الكلام اللي هو العادي اللي بيتقال، لكن انا بديكي الصراحة، بديكي الواقع، لان انا جربت وشفت الواقع عامل ازاي، وكفاية ان هو يأثر جدا في نفسيتك وثقتك في نفسك. خامس حاجة، ممكن حضرتك تعرفي ناس كويسة، ناس تدعمك، ناس تعلي منك، ناس تشدك لفوق مش تنزلك لتحت، ناس ما تنتقدكيش ولكن تسقفلك على اول خطوة بتاخديها، ناس تشدك من ايدك لما تقعي وتقولك لا انت عندك حلم ولازم تكمليه، ناس تقولك قومي انت دلوقتي وقت مذاكرتك، ناس تقولك قومي انت دلوقتي وقت تحقيق شغلك وهدفك في شغلك، ناس تشدك لفوق مش ناس تحبطك. محتاجين ننظف دايرة معارفنا. انا اتكلمت قبل كده عن دايرة المعارف، يا جماعة دايرة المعارف مهمة قوي قوي قوي. بعد كده رقم 6 على ما اعتقد، اطلعي بره الكومفورت زون بتاع حضرتك، ابدأي اعملي حاجات صغيرة وقليلة قوي تناسب مستواكي في البداية بره الكومفورت زون بتاعتك. يعني ايه يا بسنت؟ يعني مثلا انا متعودة مثلا ان انا البس اسود بس، متعودة مثلا ان انا البس الوان غامقة، ابدأي دخلي الالوان الفاتحة. انا متعودة مثلا ان انا اعرف بني ادمة واحدة، ابدأي اعرفي ناس جديدة. انا متعودة مثلا ان انا بقرا كتب معينه، اطلعي بره الكتب دي واقري كتب جديده، اطلعي بره الكومفورت زون بتاعتك. هتبصي تلاقي نفسك نفسيتك، اعصابك، شخصيتك، ثقتك بنفسك زادوا قوي قوي قوي. نفسيتك احسن، اعصابك اهدى، ثقتك بنفسك زادت كتير قوي قوي قوي، لان بيغير في المود بشكل مش طبيعي. اخر حاجه في الحاجات الستبس بتاعت ثقتك بنفسك، ودي مهمه قوي 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 قوي، راي الناس فيكي رايهم هم مش رايك انت. لازم تفرقي بين راي الناس عنك ورايك انت في نفسك. دلوقتي واحده بتقولك شكلك مش حلو من معاييرها هي، بس من معاييرك انت ومن معايير اللي زيك فانت شكلك حلو قوي قوي قوي، والاهم من معايير ربنا. تاني حاجة، انتي مش ممكن ان هي تكون بتبصلك بعيوبها اللي جواها، بعقدها اللي هي طالعة بيها. مش ممكن تكون هي مثلا عندها مشكلة وعندها عقد معينة فهي بتطلعها عليكي. فانتي ليه بقى ناخد بقى رأي الناس ونحضنه ونبوس ليه يا حبيبتي؟ ما تخليكي في حالك يا ماما. شكرا يا طنط على رأيك الجميل، ولا كأنك سمعتي حاجة اصلا. تفكري فيه ليه؟ وليه تحطيه في دماغك؟ وليه تقتنعي بيه؟ المفروض ما تقتنعيش بآراء الناس اللي زي كده، لان دول مش ناس طبيعيين. دول ناس بيبقى اولا هما في اختلاف بين رأيك ورأيهم، تاني حاجة بيبقى في مشاكل نفسية، ودي الأهم ان انت تعرفيها. فمش كل الناس اللي بتتكلم معاكي بيبقوا ناس سوية، فعشان كده بيأثروا عليكي بالسلب يا فندم، فعشان كده لازم تبعدي عنهم. طيب يا بسنت، ازاي ارد على الانتقادات؟ عشان تردي على الانتقادات يا فندم محتاجة صدر رحب، صدر رحب كده ابن ناس محترم، وخدي نفس كبير وابدأي اكتبي معايا. اول حاجة،
اسمعي النقد ده للنهاية، شوفي هل النقد ده فعلا بناء ليكي ولا نقد كده عابر معدي. وساعتها بس هتعرفي تميزي بين الشخص ده تمام معاكي ولا فيستك. تاني حاجة، سمعت النقد للآخر، الدنيا تمام، قرري بقى النقد ده بناء، اوكي هنعتمده. النقد ده هدام، او الشخص اللي قايله كده او البنت اللي قايلاه حربوقة، افكسي للبنت وافكسي للنقد وما ترديش. ثانك يو، شكرا للنصيحة، انت تمام، انت صح، ماشي. مش لازم تردي، خلي بالك، مش لازم تردي في كل الاوقات، مش لازم تبقي مباحة في كل الاوقات في الرد. تالت حاجة، استخدمي النقد يا فندم كأداة للتطوير. استخدمي النقد اللي بيتعرض لك لأداة تطوري نفسك دايما، تكوني احسن، تكوني بتعلي دايما. بمعنى اصح، علي نفسك. انت فاشلة، شكرا، طب انا بقى هدوس على نفسي بزيادة وهبقى ناجحة. طب انت ضايعة، شكرا، انا هلقى نفسي، وهكذا. فشغلك على نفسك هو اللي هيكسر كل النقود اللي انت بتتعرضي لها. طيب بعد كده كانت رابع حاجة على ما اعتقد، ممكن تبقي هادية ومتحكمة في اعصابك. مش كل نقد ترد عليه ومش كل كلمة ترد عليها. ممكن تبقي قاعدة كده هادية بكل برود اعصاب، معاكي حق، انتي صح، بكل هدوء. هي كده هتتشل او هو كده هيتشل، ايا كان مين اللي بيتكلمك. مش محتاجة ان انتي تفضلي تهري وتنكدي في نفسك خالص، على فكرة انتي بس محتاجة تهدي، تكوني متحكمة في اعصابك شوية. ممكن براريش، يعني كفاية تبرير، كفاية تفضلي تقولي لها والله ده انا كان قصدي مش عارفة ايه وايه وايه وايه. كفاية. هي على فكرة عارفة ان انتي كنتي صح وما كنتيش تقصدي تزعليها، بس هي عايزة تفكر كده. اوكي، كفاية تبرير. مش لازم تبرري لكل حد انتي ماشية في انهي اتجاه، وماشية في الاتجاه ده ليه، وبتسعي كده ليه، وهتاخدي الخطوة دي ليه، وهتعملي ده. مش لازم على فكرة خالص، مش لازم ان كل الناس تبقى عارفة انا حياتي ماشية ازاي. عادي خالص ان الناس متبقاش عارفة حاجة ويشوفوني ان انا هبلة وعبيطة، بس مش مهم. مش لازم ان انا ابرر، مش لازم ان انا احكي، كل واحد في حاله يا فندم. بعد كده افتكري انك يا فندم مش موجودة في الدنيا علشان ترضي الناس. انا مش مطلوب مني ان انا ارضي حد، انا مطلوب مني بس ان انا ارضي ربنا اول حاجة، وارضي نفسي. اهلي ارضيهم بس ارضيهم في اللي يرضي ربنا ويرضي نفسي. معصيهمش علشان ما يحصلش عك، انا ما بعصيش اهلي، ما بعملش اللي يرضيهم، ولكن اهم حاجة رضا ربنا اولا ورضا نفسي. يعني نفسي هي اللي مكملة معايا. مش مطلوب منك ترضي حد يا فندم، مطلوب منك بس ترضي. وفي النهاية عايزة اقولك ان الثقة يا عزيزتي مش انك تكوني كاملة، ولكن تكوني عارفة قيمة نفسك، حتى لو العالم كله مش عارفها. محتاجة بس انت اللي تعرفيها، كفاية قوي انك تعرفيها، بس كده.